بس يا ماما. تعالي معايا بس. مش تقولي لي بس على فين؟ هنروح مشوار صغير ونيجي. طب مش هستأذن صفوت؟ اهو جايه اهو. استأذني يلا، اعملي لك اما يلا. وانت خيبانه كده مالكيش كلمه بيتك زي الستات. صفوت. ايوه. انا نازله مشوار ويا ماما. على فين؟ على الساغه ولا الحوجالك يا اخويا. يا حماتي انا ما عايزش عليكي 1000 جنيه، لكن حرام اطوع تاجر حرامي جشع واديه قوت عيالي واخد الحاجه ام قرش بقرشين. دي حكايه انتهينا منها وخلاص، مش عايزين منك حاجه خلاص. يا حماتي ارجوكي افهميني بس. ادي الجاكيته بتاعتي اهي قدامك، طلعي اللي انت عايزاه من جيبي خديه. لا يا شيخ. لكن بلاش حكايه الرز دي. اصل التاجر لما يشوفكم مدلوقين عليه بالشكل ده يشتري ويبيع فيكم. انا راهنك ان الرز كتير ومال البلد، لكن الدلقه بتاعتكم هي اللي عامله الازمه. عليا انا مش ناقصه محاضرات والنبي. يلا بينا يلا يا بنتي. عن اذنك يا صفوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا سي كمال. اللي جابك من البلد اللي بتشتغل فيها؟ ها؟ ست مراتك بعتك برضو؟ يا ماما ارجوك اشتريني، خلصيني من الورطه اللي انا فيها دي. هي غلبت منك تاني؟ ايوه يا ست، وحلفت ما ترجع الا لما يجي لها البوتاجاز. شوفي يا اختي دلع البنات الفاضي، ما تعيش زي الناس ما عايشين حواليها وتسكت. تعيش ازاي بس يا ماما؟ وعاوز ايه مني؟ انا ما معيش فلوس، وان كان عاجبها تعيش وياك على كده تعيش، مش عاجبها فيه 100 واحده ستها تستنى التراب اللي انت بتمشي عليه. البوتاجاز قال. يا ماما انا بصراحه كمان تعبت. يوه كمال عنده حق. انا قعدت سنه انا وعليا من غير بوتاجاز، شربنا الويل من بوابير الجاز. الشقه اللي كنا ساكنين فيها يا دوبك كانت اوضتين، وكنا في بلد ارياف، وكانت دخانه الوابور ودوشته مخليه عيشتنا غلب. نفس الحكايه اللي احنا فيها دلوقتي. عدوك بقى على بوابير الجاز لما تدخن وتزن. ما هو ده اللي مجنني. اطبخوا على القوانين يا اخي، يا مرخص الحطب واكتروا في الارياف. يا ماما حرام عليكي بقى. عاوزه امينه اللي طالعه من الجامعه تقعد قدام الكانون؟ بلا فلقه. ده انا عملتها مره، عيني قعدت تدمع اسبوع. فاكر يا صفوت؟ اي والله. يا سخطه يا اختي، هو احنا ما رحناش الارياف دي ولا ايه؟ ما انا مربياكم كلكم فيها. ما كانش البوتاجاز طلع على ايامكم؟ طلع ولا ما طلعش؟ ليه ما جابولهاش بوتاجاز اللي جوزوها؟ ملوش لازمه الكلام ده يا ماما. انا دلوقتي عاوز منك سلفه وهسددها لك. منين يا حسره؟ اسال جوز اختك اهو. ده انا كنت جاي استلف منه 20 جنيه وما رضيش. ليه خير؟ عشان هتخزن رز ب20 جنيه. ليه؟ مش احسن ما اشترك بالغالي بكره وبعده؟ بقى ده كلام يا ماما؟ تشتري ب20 جنيه رز وانا بقول لك على تمن بوتاجاز صغير اصالح بيه مراتي واعمر بيتي، تقولي لي مفيش؟ ما تقولش هم البوتاجاز يا كمال، انا هدي لك ثمنه وروح صالح مراتك وارجع بيها البلد. طبعا علشان ما هي قريبتك. طب والنبي ان صالحها ما هو ابني ولا اعرفه، هو كان غضبها؟ ترجع ورجلها فوق رقبتها ولا بوتاجاز